لما تبص على أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة تجد إن هم الخمس أهداف اللي ربنا خلقك عشان. إيه أركان الإسلام؟ أساس الإسلام عندنا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيل. حافظينهم من وإحنا عندنا 4 سنين. الخمس حاجات دول هم الخمس حاجات الأساسيين ربنا خلقك عشان. يعني إيه؟ الإيمان بالله ومعرفة الله، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. تبني الإيمان في قلبك، وبعدين الإيمان ده يبقى عبادة لله سبحانه وتعالى وخضوع لله سبحانه وتعالى. وأول وأهم صور الخضوع الصلاة، تركع وتسجد لربنا سبحانه وتعالى، تطيع الله سبحانه وتعالى. قال لك تصلي ركعتين، تصلي 4 ركعات، تصلي كده، تسجد وتحط راسك في الأرض وتقول سبحان ربي الأعلى. خضوع لله. خضوع لله ده مش في المسجد بس، مش في الصلاة بس، لا، في التعامل مع الناس. إنك أنت تاخد من فلوسك وتدي غيرك الزكاة. إنك أنت تاخد من رزقك وتعود بالخير على اللي حواليك. إنك تحسن إلى الناس، إنك تفعل الخير. وبعدين تتقي الله سبحانه وتعالى، تزكي نفسك. الصيام فرض، كتب عليكم الصيام ليه؟ لعلكم تتقون، عشان تتعلم التقوى، عشان تتعلم تتحكم في شهواتك ورغباتك وهواك، وتتعلم انك انت تخاف من ربنا سبحانه وتعالى وتراقب الله سبحانه وتعالى في حياتك. تقعد ما تاكلش، ما تشربش، ما تعملش، عشان خاطر تعرف ان ربنا شايفك، تعرف ان ربنا مطلع عليك. تمتنع عن الحلال عشان بعد كده تعرف تمتنع عن الحرام. تعلم انك انت تتحكم في ذاتك، تتحكم في شهواتك، تتحكم في هواك. وبعدين يأتي الركن الخامس، الحج. الحج كأنه اجتماع لكل المسلمين أو مندوبين عن المسلمين في الأمة كلها، ليعلنوا أمام الله سبحانه وتعالى أن هم أمة واحدة تقيم الدين، أمة واحدة لها قبلة واحدة، لها إمام واحد، لها دستور واحد، لها عدو واحد، لها قائد واحد. أمة واحدة تقيم شرع ربنا سبحانه وتعالى. الحج نموذج للاتباع والوحدة الأمة. كل المسلمين من جميع بقاع الأرض يجوا، مفيش فرق بين غني وفقير، مفيش فرق بين صاحب ملك ولا عبد، ولا كله زي بعض، كله لابس لبس يعني كأنه صورة مصغرة من الآخرة، واقف بأقل لبس وبأقل زينة، وواقفين كلنا نتجه إلى قبلة واحدة، نطوف في اتجاه واحد، نتحرك في اتجاه واحد، نقبل الحجر ونسعى بين حجر وحجر ونطوف حوالين الحجر اللي ربنا أمر بيه ننفذه. اتباع لله سبحانه وتعالى، إقامة للدين، إقامة لشرع الله سبحانه وتعالى. فتجد إن الخمس حاجات اللي ربنا أمرك بيهم، الإيمان والعبادة والتقوى وفعل الخيرات وإقامة الدين، هم أركان الإسلام، أو هم الأساس فيهم أركان الإسلام. وبعدين تزود عليهم تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت كده أديت ركن التوحيد. وبعدين كل ما اتعرف على الله سبحانه وتعالى واذكر الله سبحانه وتعالى واتقرب الى الله سبحانه وتعالى واعرف صفات الله سبحانه وتعالى واسمائه، وافهم العقيده وابني الايمان في قلبي، يبقى انا كده ببني على الركن الاول ده. طب تاني ركن العباده، اول حاجه فيها الصلاه اساسها. طب ممكن اصلي السنن، ممكن اقرا القران، ممكن اذكر الله، ممكن اقول الاذكار، ممكن ازود من العبادات واقيم الليل وادعو ربنا عشان استزيد. يبقى الركن ده الاساس وبعدين ابني عليه. الركن الثالث الزكاه، ان انا اطلع جزء من فلوسي لله سبحانه وتعالى. طب ممكن ازود الصدقات وازود الخير واصلح في الدنيا وادي عملي باحسان واساعد غيري واعود بالنفع على اللي حواليا واعمر في الارض وابتكر واخترع واعمر. كل ده بناء على ركن الزكاه. وبعدين الركن الرابع الصيام، اللي يعلمك التقوى، فتتقي الله سبحانه وتعالى، تتجنب الذنوب، تتجنب الكبائر، تتجنب الصغائر، وتزكي نفسك وتصوم زيادة، وتصوم اثنين وخميس وتقلل من نومك وتقلل من أكلك وتحسن من نفسك. كل ده تزكية للنفس وتقوى لله سبحانه وتعالى، تبني على الركن ده. وبعدين الحج، إقامة الدين، إقامة الشرع، إنك توحد المسلمين، إنك تجمع المسلمين، إنك تكون أخوة الإسلام عندك أعلى من أي شيء، إنك تحب إخوانك المسلمين، إنك تنصر إخوانك المسلمين، إنك تقيم الشرع في نفسك وفي بيتك وفي أهلك وفي مجتمعك. هو ده تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ده استمرارية أو بناء على الركن الخامس اللي هو الحج. والجهاد في سبيل الله لنشر كلمة الحق والدعوة، وتدعو الناس لربهم سبحانه وتعالى وتقربهم من ربنا سبحانه وتعالى وتعرفهم بربنا سبحانه وتعالى. يبقى الخمس أركان بتوع الإسلام هم الأساس، وبعدين نزود عليهم. والخمس أركان دول سبحان الله هم الخمس أهداف اللي ربنا
خلقك عشانهم. لو تفكرت فيهم كده هتلاقي إن هم دول أساس اللي ربنا خلقك عشانه واللي ربنا أمرك بيه عشان تنجح في الاختبار والابتلاء بتاع الدنيا.